السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو التاني والله. النهاردة بقى قلت رز معمر، قلت لازم أوريه وأوريه لكم، وأوريكم بقى الرز المعمر اللي أنا بعمله. بس طبعا بدو القوانص بتاعت الكبد والقوانص بتاعت الحمام، وقطعتها كويس وشوحتها تشويحة حلوة بالبصل وفص توم فلفل حامي وفلفل رومي، وحطيت ملح وكمون وشطة وشوية 7 بهارات، وديها بقى تشويحة كده بتبقى ريحتها زي العسل. وادي الحمام اهو على جنب. انا الوصفة النهاردة رز معمر، بس ده ايه الحمام انا عملته نضفته وغسلته، ده هعمله ده على جنب. وهعمل الطاجن، خدت الكبد والقوانص، بس انا حبيت اوريكم بس الحمامه دي الكبد والقوانص بتاعته، عشان ممكن تقولي لا كبد تاني. لا انا ما بعملش غير بكبد وقوانص الحمام، انما حاجه تانية لا بصراحه ما جربت. ده الحمام كده انا عملت له الرز بتاعه. انا اوريكم الرز بتاع الحمام النهارده، هنعمله النهارده في الاكل. ادي بقى الرز، ده الرز بتاع الحمام اهو، لسه سخن مهود بقى بحش الحمام بقى. يعني هعمل لهم النهارده حمام وطاجن رز معمر، يعني ما فيش اكتر من كده دلع. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا الحمام على جنب كده عشان دي اكله تانية. نجيب هنا ايه، عندنا هنا جبت رز، جبت حوالي نص كيلو رز ونقعتهم، لازم يتنقع عشان الرز يبقى طري. نبدا عشان خاطر ايه الوصفه تبقى تمام. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابدا كله معاكم من الالف الى الياء. بس طبعا قبل اي حاجه اوعوا تنسوا في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم بس الاكلات البسيطه اللي انا بعملها. نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل مع بعض كده. نحط بقى كده الرز، النهارده اللي في الاكل النهارده يعني انا كده عامله لهم طاجن رز معمر بالكبد والقوانص، وعامله لهم حمام. بس كده لا، كمان عامله لهم ايه جنبي. بصوا بقى كده، تعالي اوريك كده. عامله لهم كمان ورق عنب. بصوا الجمال، يعني في احسن من كده؟ في احتفال اكتر من كده؟ انا كده محتفله بيهم. يعني ورق عنب، وعامله لهم حمام، وعامله لهم ادي الحمام اهو لسه احشي، وطاجن رز معمر. لا 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 لا، موضوع كبير، الموضوع كبير. ناقص بس كده انتوا ايه تبقوا معانا. افضل بقى ايه نجيب معلقه بقى كده كده الرز بقى كده، نبدا نديه التوابل الاول عشان خاطر ايه نحط بقى ايه رشه ملح، ونحط فلفل اسمر، ونحط شويه شطه. انا عندي توابل بتشطب. ونحط الكمون اهو، تبقى رشه كده من الايه 7 بهارات، رشه كده بس بسيطه كده اهو. حطينا كده التوابل، نقلبها كده للبنات اللي هم الايه لسه اللي ما يعرفوش، يعني الجداد الصغننين الطعمين الحلوين. نبدا كده نحط بقى ايه، نديها سمنه بلدي. ناسي الرز المعمر السمنه البلدي. بص انا لسه ريحاها، بصوا لونها، بصوا السمنه زي القشطه. نحط بقى كده، شايفين انا حطيت مره قد ايه كده. ادي حطينا السمنه،
نبدأ بقى نحط الايه الكبد والقوانص. بسم الله الرحمن الرحيم. كلها كويس كده عشان ايه كلها تبقى جوه بعضيها كده. بعدين ايه خليها كده تدخل برضو الكبد والقوانص عشان متبقاش في الوش كده. على قد ما نقدر كده نحاول ايه نغرسها جوه شويه. اهو كده. نبدأ بقى نقول ايه بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بقى كده اهو. خلاص طوينا كده الرز. نبدأ نحط عليها اللبن. لازم تسقيها باللبن كده كويس. بقى شويه قشطه كده موجوده عليها. هنجيب بقى ايه انا هوريها لكم دلوقتي. نجيب ده هنا كان باقي من شويه كيلو. هنا بقى نجيب ايه اللبن التاني بقى كده. ناخد القشطه بتاعته ده ايه سبته يعمل قشطه. هنطلع القشطه بتاعته بقى نحطها ايه على الوش كده اهو. هنسحب القشطه اهو. شايفين نهار ابيض القشطه كانت هتقع خلاص. خلاص القشطه اهو. القشطه دي بقى بتدي طعم للرز المعمر حكايه. لو ما عندكيش مفيش مشكله عادي. مش شرط يعني مش شرط مش اساسي يعني القشطه لا طبعا. ده حاجه عاديه يعني. عندك ماشي اوكي حطيها. ما عندكيش ونفسك تحطي احطي كريمه لباني. في قشطه اهو. المعلقه دي احنا ايه عملنا بيها. شوفها كده مش هنحطها في اللبن تاني. بصوا شكله والله العظيم يفتح النفس لوحده كده من قبل ما يستوي كمان. بصوا الجمال. بصوا طاجن رز معمر حكايه حكايه. نديها كمان سنه لبن. بصوا شكله بالذمه شكله مش يفتح النفس. شكله مش يخليكم تقوموا تعملوه. خلي كده طاجن الرز المعمر كده. بصوا جماله يا نهار ابيض. لا يعني هو ناقص بس ان انتوا تيجوا بس ايه تدوقوه معانا. يعني ما فيش اكتر من كده بصراحه ايه ندلعوهم. ما فيش اكتر من كده بقى. نخليه بقى كده رز معمر شويه. ما ايه نحضر الرز اللي هنعمل نحشي بيه الحمام. الرز اللي هو بنحشي بيه الحمام انا بعمله ازاي بقى. بصوا شكله بعمله بحط الاول معلقتين سمنه بلدي. لازم سمنه بلدي. ما عندكيش مفيش مشكله برضو. يقول لك الشاطره تغزل برجل حمار يعني تتصرفي ما تقفيش على حاجه. فانت بقى تحطي ايه معلقتين سمنه بلدي وبعد كده تحط عليهم الرز. شوفي انت الرز الكميه اللي انت عايزاها. عايزه مثلا رز زياده تاكليه مع الحمام اوكي زودي. عايزه رز على قد الحشو بس ما تزوديش على حسب ما انت ما عايزه. المهم حطينا معلقتين السمنه ونحط عليهم الرز. طبعا الرز مغسول ومتصفي كويس عشان ما يبقاش فيه ميه. وتشوحيه في السمنه كويس. بعد ما تشوحيه في السمنه تروحي حاطه بقى ايه التوابل. توابل ايه بقى شطه كمون فلفل اسود ملح. ده بس اللي بتحطه. عايزه تحطي قرن فلفل تقطعيه قرن فلفل كده حلقات صغيره عشان في الحشو ما يبقاش ظاهر. حلقات صغيره خالص كده
مفيش مشكله، بيدي طعم جميل وبيبقى حكايه. تمام. بعد كده خلاص بقى يا دوبك اول ما يتشرب توطي عليه قبل ما ياخد سوا كامل. يعني الرز الحمام اللي بتحشي ما بيتاخدش سوا كامل، بيبقى السوا بتاعه ايه، نص سوا، عشان خاطر نص سوا، عشان خاطر ايه، يبقى مش معجن جوه الحمام، لا يبقى تلاقي حتى الرزيه برزتها وليها طعم. انما الحاجه لما تبقى مستويه كامله سوا كامل هتبص تلاقيها إيه، طعمها مش حلو. فدي من ضمن ايه، من ضمن يعني التكات، الحاجات البسيطه اللي المفروض تعرفوها في رز الحمام. وادي كده رز الحمام حضرته، وادي الحمام هو تحشيه، وادي طاجن الرز المعمر، وادي ورق العنب الخطير اهو، وادي ورق العنب الجميل الخطير. يعني ايه اللي ناقص بقى كده تاني؟ ناقص بس ان انتوا تبقوا معايا وتدوقوا الاكل اللي انا بعمله، بس كده، مش ناقص حاجه تاني. طبعا لو عجبتكم الاكله اللي انا عملتها النهارده اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الاكلات البسيطه اللي انا بقدمها. وتفضلوا معانا وبألف هنا. ملحوظه، طاجن الرز المعمر تحطيه في الفرن. انا ما قلتلكيش، انا بتهيألي ما قلتش، انا من لهوه الاكل ممكن من لخبطت ما قلتلكيش. تحطيه كده خلاص جهزناه، هتدخليه الفرن بقى. عايزه تغطيه بورق فويل ماشي، عايزه تسيبيه زي ما هو عشان ياخد وش برده مفيش مشكله. تحطيه في الفرن وبعد ما تلاقيه استوى كده تيجي من الجنب كده تدوقي كده حاجه بسيطه لقيته استوى خلاص، يبقى كده تمام، يبقى كده جاهز. بس وبألف هنا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.